عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم. هذا من أعظم الأدعية الجامعة التي ينبغي لكل مسلم أن يحافظ عليها، وسبب ذلك جاء بيانه في أول هذا الحديث. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فعن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. رواه أحمد. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو به: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت: يا رسول الله، دعوة أراك وأسمعك تكثر أن تدعو بها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: ليس من آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، إن شاء قامه وإن شاء زاغه. رواه النسائي. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. رواه الترمذي. وعن المقداد بن الأسود قال: ما آمن على أحد بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. وفي رواية: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليا. رواه أحمد وغيره. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القلب مثل ريشة تقلبها الريح بفلاة من الأرض. رواه أحمد وابن أبي عاصم في السنة وغيرهما. وفي صحيح البخاري قال ابن عمر رضي الله عنهما: أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف: لا ومقلب القلوب. وفي رواية قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم: لا ومقلب القلوب. وهذه الأحاديث من نحو قول الله عز وجل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين، فإن لم يثبته وإلا زالت سماء إيمانه وأرضه عن مكانهما. وقال رحمه الله: العبد إذا علم أن الله سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب، وأنه يحول بين المرء وقلبه، وأنه تعالى كل يوم هو في شأن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء، فما يؤمنه أن يقلب الله قلبه ويحول بينه وبينه ويزيغه بعد إقامته. وقد أثنى الله على عباده المؤمنين بقولهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فلولا خوف الإزاغة لما سألوه أن لا يزيغ قلوبهم. فهذا الدعاء الوارد في هذا الحديث عظيم جدا،
والحاجة إليه ماسة في كل حين وطرفة عين. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. قال القرطبي رحمه الله: أحوال القلوب منتقلة غير ثابتة ولا دائمة، فحق العاقل أن يحذر على قلبه من قلبه ويفزع إلى ربه في حفظه. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: القلوب بيد الله عز وجل، كل قلب من قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبه حيث شاء وكيف شاء عز وجل. ولهذا كان ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائما أن يثبته وأن يصرف قلبه على طاعته. وقوله صرف قلوبنا على طاعتك قد يتبادر إلى الذهن أن الأولى أن يقال إلى طاعتك، لكن قوله على طاعتك أبلغ، يعني قلب القلب على الطاعة، فلا يتقلب على معصية الله، لأن القلب إذا تقلب على الطاعة صار ينتقل من طاعة إلى أخرى، من صلاة إلى ذكر إلى صدقة إلى صيام إلى علم إلى غير ذلك. فقوله صرف قلوبنا على طاعتك كأن القلب ينكب على الطاعة لا ينصرف إلى غيرها، أما إلى طاعتك قد يحصل له في الطريق شيء من الآفات، فعلى أبلغ من إله.